زمن بعيد قوي في بلد اسمها سبأ قامت على أرض اليمن الخضراء، قامت فيها حكاية واحدة أسطورية اسمها بلقيس. الست دي ما كانتش أي ست وخلاص، دي كانت شخصية محفورة في التاريخ اللي خلى بذكائها وحكمتها وجمالها سيرتها توصل لأبعد الأماكن. بلقيس دي بقى في روايات كتير بتحكي عن نسبها، في اللي كان بيقول إن هي بنت ملك من ملوك سبأ القدامى اسمه الهدهاد ابن شرحبيل، وفي حكايات تانية ممكن تكون أقرب للأساطير بتقول إن هي كانت بنت جن، او حتى ان نصها من الجن ونصها من الانس، ودي كانت بتديها هاله من الغموض والقوه الغير طبيعيه. لكن الاكيد ان هي كانت من عيله ملكيه عريقه، مش اي حد وخلاص. من وهي صغيره كان باين عليها ان هي ذكيه والفهم عندها عالي، كانت دايما بتتعلم بسرعه البرق، وكمان بتفهم في كل كبيره وصغيره. بلقيس نشأت في قصر الحكم بين اهلها الملوك والوزراء، وده اللي خلاها تشوف وتتعلم الحكم والإدارة من صغرها، وما كانتش مجرد أميرة بتعيش في طرف، لا دي كانت بتجهز نفسها لحاجة أكبر. مجتمع سبا وقتها كان متقدم عن غيره، كانوا بيقدروا الست، وده اللي خلى واحدة زي بلقيس تبرز في زمنها. المملكة كانت دخلت في فترة من عدم الاستقرار، ومين اللي يمسك الحكم؟ الرجاله الكبار في الدولة قعدوا يتخانقوا ويتنافسوا، لكن بلقيس اللي ذكائها اللي كان سابق سنها وقدرتها على الإقناع خلت كبار القوم يدركوا إن هي فعلا الأمثل للحكم. يمكن كانوا شايفينها أذكى وأحكم من أي راجل فيهم. بلقيس حكمت شعبها بالعدل، ومملكة سبا وقتها كانت في البرايم بتاعها، بلد غنية بالزراعة بسبب سد مأرب العظيم، وبالتجارة اللي كانت بتحكم أهم الطرق في العالم القديم، خصوصا طريق البخور. ده كله خلاها ملكة لها هيبة وكلامها مسموع بين كل الملوك. في يوم من الأيام سيدنا سليمان عليه السلام اللي ربنا اداه ملك محدش ناله من قبله، وكان بيحكم الإنس والجن والطير، اكتشف غياب الهدهد بتاعه. ولما الهدهد رجع جاب له خبر غريب ومدهش: يا سيدنا، لقيت في مملكة بعيدة اسمها سبا في ست بتحكمهم وعندها الحكم وكل حاجة، بس للأسف بيعبدوا الشمس بدون الله. الهدهد ما اكتفاش بكل ده، لا ده حللها وعرف إن هي ملكة كبيرة. سيدنا سليمان اللي كان نبي ودعوته للتوحيد ما راحش يحاربها على طول، لا بعت لها جواب مختصر ومباشر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بلقيس زي ما قلنا كانت ست حكيمة ودبلوماسية، لما جالها الجواب ما استعجلتش، جمعت المستشارين اللي حواليها وقالت لهم: يا جماعة الجواب ده مش أي جواب، وده مش أي ملك، انتوا ايه رأيكم؟ المستشارين بتوعها اللي كانوا رجالة حرب قالوا لها: احنا أقوياء وعندنا بأس شديد والأمر ليكي. يعني كانوا عايزين يحاربوا، لكن بلقيس بذكائها قالت لهم: الملوك لو دخلوا قرية بيفسدوها وبيذلوا أهلها، أنا مش عايزة حرب. وقررت تبعت لسليمان هدية ضخمة مليانة ذهب ومجوهرات، والأهم من كده كميات كبيرة من البخور النادر والعطور اللي بتشتهر بها سبا. الهدف من دي كان اختبار، عايزة تشوف رد فعل سيدنا سليمان، هل هو ملك عايز أموال وهدايا ولا هو جايب رسالة أهم؟ لما سيدنا سليمان شاف الهدايا رفض بشدة وقال لهم: أتمددوننا بمال؟ فما أتاني الله خيرا مما أتاكم. ووجه كلام اللي راسلها بتهديد واضح لكنه دعوي. هنا بلقيس فهمت إن هي قدام قوة روحانية مش مجرد قوة عسكرية، فقررت تروح له بنفسها. وقبل ما توصل سيدنا سليمان ورى لها آيات من قدرة ربنا، طلب من الجن يجيب عرشها العظيم في سبا لحد عنده في القدس في لمح البصر. ولما وصلت بلقيس وشافت عرشها قدامها اتفاجئت وبدأ يقينها يزيد. وبعدين دخلت قصر سيدنا سليمان، شافت أرضية القصر كانت من زجاج شفاف كأنها مية، وتحتها سمك ومية كأنها حرفيا بحيرة. بلقيس افتكرتها مية بجد ورفعت فستانها عشان تمشي فيها. هنا سيدنا سليمان قال لها انه صرح ممرر من قوارير، يعني ازاز، وكل ده عشان يوريها قدرة ربنا اللي بيديها الانبياء. هنا بلقيس امنت بالله وقالت بكل تواضع: ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. القصة دي مش بس حكاية، دي درس في الحكمة والتواضع وقبول الحق. بلقيس في الحكايات والاساطير تاريخ مش مكتوب بس محكي، رغم ان القرآن الكريم ذكر بلقيس بس مش باسمها الصحيح، والاكيد ان شخصيتها ديت سابت تأثير في ثقافات وحضارات كتير. في التراث اليهودي والمسيحي بيسموها ملكة سبا. في كتبهم زي سفر الملوك الأول وسفر الأخبار بيقولوا إن هي زارت سليمان عشان تختبر حكمته بأسئلة صعبة، وانبهرت بيه بمملكته المنظمة وقدمت له هدايا ضخمة. لكن في كتبهم ما ذكروش إن هي أسلمت أو تحولت لدينه، كانت مجرد شاهدة على حكمته. لكن الحكايات بتختلف تماما في التراث الأثيوبي، وخصوصا في كتابهم المقدس كبرى نجست. بيقولوا إن بلقيس اللي بيسموها هناك مكيدة زارت الملك سليمان في القدس، وأعجبوا ببعض، وإن سيدنا سليمان اتجوزها وخلف منها ملك اسمه منليك الأول. والأساطير الأثيوبية بتقول إن منليك الأول ده هو اللي خد تابوت العهد من القدس الأثيوبي وبقى أول إمبراطور للحبشة، وبكده يكونوا ربطوا سلالة الأباطرة الأثيوبيين كلهم بسيدنا سليمان وبلقيس. وطبعا القصص دي كلها مش مذكورة في القرآن أو السنة النبوية، عشان كده بنقول الله أعلم. لكن وجودها في حضارة كاملة كان بيورينا قد إيه بلقيس كانت شخصية مؤثرة وأسطورية، لدرجة إن هي بقت جزء من تاريخهم وشرعية حكمهم.
قبل ما نختم حكايتنا عن بلقيس لازم نتكلم عن علاقتها الخاصة جدا بالعطور. دي ما كانتش مجرد ملكة، دي كانت رمز للأنوثة الذكية اللي بتجمع ما بين القوة والنعومة. مملكة سبا نفسها كانت مشهورة جدا بتجارة العطور والبخور، خصوصا اللبان والمر اللي كانوا بيعتبروا أغنى كنوز الكوكب الأرض ساعتها. واليمن وقتها كان هو المصدر الأساسي للعطور، دي اللي كانت بتصدر لحضارات العالم كلها عن طريق البخور التاريخي. عشان كده بلقيس كان ليها علاقة مميزة بالعطور، كانت بتستخدمها مش بس للزينة، لا دي كانت جزء من هيبتها وتاريخها الملكي. كان بيتقال إن هي بتدهن جسمها كله وشعرها ولبسها بزيوت عطرية ملكية فخمة، لدرجة إن في حكايات قديمة بتقول إن الناس كانت بتعرف إن بلقيس دخلت مكان من الريحة اللي كانت بتسبقها. العطور دي ما كانتش مجرد طرف، دي كانت رسالة سياسية ودبلوماسية. لما بعتت لسيدنا سليمان الهدايا كان أكبر جزء منها أساسا هو العطور. بيتقال إن هي كانت بتستخدم العطور كنوع من الذكاء الملكي، يعني لو كان في اجتماع سياسي مهم وفي توتر كانت تستخدم أنواع معينة من البخور اللي بيهدي الأعصاب، ولو كان في إعلان رسمي مهم كان المكان كله يبقى غرقان بروايح جامدة موت. العطور كانت جزء من حضورها الطاغي، وبيورينا قد إيه إن الملكة بلقيس كانت بتفكر في كل تفصيلة وبتستخدم كل اللي تحت إيدها عشان تثبت مكانتها وهيبتها. دي كانت حكايتنا عن بلقيس يا صاحبي، الملكة الأسطورية اللي كانت سابت بصمة في الدين والحضارة، واللي كانت رمز للحكمة والذكاء والجمال. وعلاقتها بالعطور ما كانتش مجرد زينة، لا ده كان جزء لا يتجزأ من هيبتها وشخصيتها الملكية.